فيلمنا بيبدأ في فصل أطفال واللي كانوا بيتعلموا الكتابة، ووقتها المدرسة بتطلب من كل التلاميذ إنهم يكتبوا رمز التنين، بس كان في طفلين بدل ما بيكتبوا الرمز بيرسموا التنين نفسه في الكراسة، والطفلين دول هم دين ولينا. وبسبب اللي عملوه المدرسة بتطردهم بره الفصل، وباقي التلاميذ فضلوا يضحكوا عليهم، وبنشوفهم وهم طالعين ولا التاني بدأ يتريق على دين، ولينا اتضايقت وبترمي عليه كعكة كانت معاها، وبعدها بتروح لدين وقالت له يروحوا يقعدوا في البيت مع بعض لأن أبوها دايما بيتأخر إن هو يجي ياخدها من المدرسة. ومن اليوم ده بدأت صداقة حقيقية ما بينهم، والوقت بيعدي والاتنين دول بقوا أعز أصحاب. وفي يوم قرروا إنهم يعملوا طيارة ورق على شكل تنين، وبعد شغل كتير قدروا إنهم يخلصوها، ولما طلعوا علشان يجربوها بتيجي عاصفة قوية وبتشيل الطيارة وبتقطعها، بس الاتنين ما بيتضايقوش وكل واحد فيهم بيوعد التاني إنهم هيفضلوا أصحاب طول العمر. وبنشوف بعد كام يوم دين كان قدر يصلح الطيارة، لكن في الوقت ده لينا بتجيله وبتعرفه إنها هتسيب القرية، ووقتها لينا بتودعه وهي زعلانة وبتركب العربية مع أبوها وبتمشي. وبعد سنين بنشوف إن القرية الصغيرة دي بقى جنبها مدينة كبيرة جدا، ودين بقى شغال عامل توصيل طلبات، وكان معروف إن هو بيسوق بسرعة وبيوصل الطلبات في وقت قليل. وبنشوفه وهو في شغله بيقابل زميله في الدراسة ودين طلب منه يديه مذكرات المحاضرة لأنه مش هيقدر يحضر المحاضرات بسبب الشغل بتاعه، وقال له إن هو بيحاول يجمع فلوس علشان عيد ميلاد لينا كان قرب، وهو كان عايز يعمل لها مفاجأة بعد السنين دي كلها. وبنشوف في آخر اليوم بيجيله أوردر في مكان مهجور، ووقتها دين فضل يدور على صاحب الأوردر ده لحد ما لقاه، ووقتها بيلاقي راجل عجوز قاعد لوحده على كرسي. فدين سأله هو هيدفع حساب الأوردر ده إزاي، فالعجوز قال له إن هو كان مستنيه وإن هو الشخص المختار، وكمان قال له إن قلبه نضيف وعلشان كده يستحق إن هو ياخد حاجة مقدسة. وبعدين اداله إبريق شاي صغير، ودين أخده بدل تمن الطلب ده وما كانش فاهم حاجة. وفي طريقه للبيت دخل محل علشان يشتري بدلة، بس الفلوس اللي كانت معاه ما كانتش كفاية، فصاحب المحل بيطرده، فهو بيروح لمحل تاني بيبيع بدلات أرخص، وقدر يشتري بدلة على قد إمكانياته. وبعدين بيرجع لبيته وبنشوف إن جيرانه كانوا بيتكلموا عنه وكانوا شايفين إن هو شاب مجتهد وبيحاول يطور نفسه، وبنعرف إن أمه دي كانت ست شديدة جدا بس هي كانت بتحب ابنها. وبعدها بشوية بيوصل للبيت وبيديله المذكرات بتاعة المحاضرة، وقال له قدام الكل إن الدكتور بيحذره إن هو لو غاب مرة كمان هيسقط. فالناس بدأت تتكلم عن القدوة بتاعتهم، وأمه بدأت تزعق له ودين حتى ما ردش عليها ووعدها إن هو هيحاول يلتزم. وبنشوفه بالليل بعد ما كل نام بيلبس البدلة الجديدة وبيطلع فوق سطح البيوت، وكان مستني بداية عيد ميلاد لينا، وفجأة لوحة إعلانات كبيرة بتنور ولينا بتظهر عليها، وبنعرف إنها دلوقتي بقت مشهورة جدا وبقت بتظهر في إعلانات لبراندات كبيرة. ودين فضل يفكر هو إزاي هيعرفها بنفسه من تاني، بس كل محاولة كانت بتفشل، وفي الآخر بدلته الرخيصة دي بتتقطع، فهو بيتضايق لأنه حس إن المسافة بينه وبين لينا بقت كبيرة جدا. وفي اللحظة دي بيسند على إبريق الشاي وقال إن هو نفسه يفضل أفضل صديق للينا طول العمر. وفجأة الإبريق بدأ يهتز، وبعد شوية بيطلع منه تنين كبير، والتنين عرف نفسه وقال إن هو اسمه لونج تشو، وإن هو تنين الأمنيات، وقال إن هو يقدر يحقق 3 أمنيات لأي شخص يستدعيه. ودين وقتها اتصدم من اللي هو شايفه، ولما لونج شافه إن هو مش مستوعب اللي بيحصل قرر يثبت له إن هو بيقول الحقيقة، فخلى دين يطير في الهواء بقوته، وقال له إن هو يقدر يحقق له أي أمنية يطلبها حتى لو طلب درع عسكري مصنوع بالذهب كله. لكن دين فضل شاكك فيه وبدأ يسأله أسئلة شخصية، وده خلى التنين يفقد صبره. ولونج قال له إن مهمته يحقق أمنيات 10 أشخاص عبر السنين، وبعد ما يخلص مهمته مع آخر شخص روحه هتتحرر من الإبريق وهيقدر يرجع للعالم الرئيسي بتاعه. وكمان قال لدين إن هو آخر سيد ليه، وأول ما يطلب أمنياته ال3 مهمته معاه هتنتهي. وفي نفس الوقت بنشوف إن كان في 3 مجرمين بيدوروا على إبريق الشاي، وكان معاهم جهاز بيتتبع مكانه، ولما بيوصلوا القرية مهجورة بيهاجموا 2 من رجالة الشرطة اللي كانوا بيأمنوا المكان، وبعدها بيدخلوا علشان يدوروا على الإبريق. وفجأة بيشوفوا واحد واقف فوق بيت مهدوم، فطلعوا بسرعة ناحية البيت ولقوا دين بيتكلم مع إبريق الشاي. وفي اللحظة دي لونج بيقول له إن محدش يقدر يشوفه غير الشخص اللي استدعاه، فالمجرمين بدأوا يجروا ورا دين وهو حاول يهرب منهم، بس هما بيحاصروه في شارع مقفول. ولما حس إن مفيش مخرج بيمسك الإبريق وطلب إن هو يتعلم الكونج فو، فالإبريق بيلمع للحظة وبعدين بيرجع لطبيعته. ولما المجرمين بيهجموا عليه بنشوف إن دين كان بيتفادى كل ضرباتهم، وفي نفس الوقت كان بيحمل إبريق وكان بينفذ حركات الكونج فو باحتراف، وقدر يوقع 2 منهم، بس زعيم العصابة بيهاجمه وبيرميه بعيد، فدين
بيستغل الفرصة وبيهرب وهو معاه الإبريق. وتاني يوم الصبح دن بيلاحظ إن جسمه لسه بيتحرك بخفة وردود فعله بقت أسرع. وبنشوف لما أمه كانت طالعة للشغل هو بيسألها لو كان عندها أمنية هتتمنى إيه، فهي ردت عليه إنها تتمنى إن هو يشد حيله في الدراسة شوية ويركز في مستقبله. فدن افتكر إن كل اللي حصل امبارح ده كان مجرد حلم، بس لما بيبص على الإبريق تاني بينادي على التنين، وفجأة لونج بيظهر قدامه من تاني وقال له إن هو استهلك أمنية وفاضل له أمنيتين. وساعتها دن بيتأكد إن كل اللي حصل ده كان حقيقي، وبعدها قرر يروح بيت لينا وبيركب الأتوبيس. بس لونج بيستغرب وقال له إزاي يركب وسيلة مليانة ناس، وشده ونزله من الأتوبيس وقال له إن التاكسي أسرع من الأتوبيس. بس دن بيرفض وقال له إن التاكسي غالي، فالتنين قال له إن هو ممكن يطلب فلوس كتير في أي وقت. بس دن ما كانش عايز يضيع أمنية الفلوس وقال إن هو يتمنى يروح عند لينا وهو راكب على ظهر التنين. فلونج في البداية بيرفض، بس بعد ما بيشوف الزحمة بيوافق وبياخده على ظهره وبيروحوا على هناك. ولما بيوصلوا دن قال إن أمنيته الجاية ليها علاقة بلينا، فالتنين قال له إن في شوية قوانين لازم يكون عارفها، وقال له إن هو ممنوع يغير مشاعر أي شخص تاني أو يجبره إن هو يحب حد، لأن كل إنسان لازم يختار بنفسه. فدن قال له إن هو مش عايز أي حاجة من الكلام ده، وإن كل اللي عايزه إن صداقته مع لينا ترجع زي زمان. فلونج بيستغرب لأن صاحبه ممكن يقدر يطلب مملكة كبيرة أو جيش كبير، بس هو بيختار يرجع صديقته. ووقتها دن بيشرح له قد إيه الصداقة دي مهمة بالنسبة له، وحكى له إزاي هو اتعرف على لينا وهم أطفال. وبعدها قرر يستخدم أمنيته التانية وطلب إن هو يبقى أمير علشان يقدر يدخل حفلة لينا. فلونج بينفذ له الأمنية، بس لأنه كان عاش آلاف السنين فهم كلمة أمير بمعناها القديم وحول دن لأمير من الصين القديمة. فدن بيتخض وطلب منه يصلح الأمنية وقال له إن هو عايز يبقى غني زي الناس اللي موجودين في الوقت الحالي اليوم واحد بس. فالتنين بيوافق وبيحقق له الأمنية بتاعته، وبعدين بيحول نفسه لإنسان وبقى المساعد الشخصي بتاع دن. وفي نفس الوقت بنشوف إن المجرمين كانوا لسه بيدوروا على أي دليل يوصلهم للإبريق، وبيوصلوا للمحل اللي دن اشترى منه البدلة، ومن هناك بيعرفوا عنوان بيته. وبنشوف إن دن كان وصل لحفلة عيد ميلاد لينا بعربية فخمة جدا، وبيدخل هو والمساعد بتاعه وكل اللي كانوا موجودين بيبصوا عليهم. ولما بيشوف لينا بيحاول إن هو يقرب منها، بس هو بيلاحظ إنها كانت متضايقة، بس هي في النهاية بتضطر إنها تبتسم للي موجودين علشان ترحب بيهم. وبنشوف في الحفلة لينا بترقص مع دن شوية، بس هي ما كانتش عارفاه وكانت بتكلمه بنفس الطريقة الرسمية اللي كانت بتكلم بيها كل الضيوف. ولونج تشو لما فهم إن خطة دن هتفشل رجع يقول له يطلب فلوس أو سلطة، وساعتها هيقدر يكسب لينا بسهولة. وبعدها الدي جي بيقول إن ده ميعاد رقصة الأب وبنته، ولما بينادي على أبو لينا بنعرف إن هو ما كانش موجود في الحفلة أصلا. ووقتها لينا بتتحرج، فدن بيقرر ينقذ الموقف وبدأ يستعرض مهاراته في الكونج فو قدام الكل، وكل اللي موجودين انبهروا بالعرض. بس بنشوف إن لينا وقتها بتسيب القاعة وبتمشي، فدن بيروح وراها. وفي نفس الوقت بنشوف إن لونج كان بيعيش أول تجربة ليه كبني آدم، وبعد شوية جسمه بيرجع من تاني لشكل التنين وبيطلع من المكان وبيروح علشان يشرب مية. وبعدها قرر إن هو يدور على دن، أما دن فلقى لينا مستخبية في أوضة الهدايا، ووقتها بيحاول يواسيها وقدر إن هو يخفف عنها شوية. ولما بيطلعوا من أوضة الهدايا كانت لينا هتسأله عن اسمه، بس أبوها بيتصل بيها فيديو وقدم لها هدية، بس هي كانت نفس السلسلة اللي كان جابها لها السنة اللي فاتت. فدن بيتدخل علشان ينقذ الموقف وقال لها إن الهدية الحلوة عادت تتكرر. وقتها والد دينا بيستغرب وسأل هو مين اللي بيتكلم، ولما بيشوف وش دن حس إن هو شافه قبل كده، فبيسأله عن اسمه. فدن بيفكر بسرعة وقال له إن هو اسمه دان، وبعدها سأله بيشتغل إيه، فهو بيكذب عليه وقال له إن عيلته عندها سلسلة مطاعم كبيرة في الصين. ووقتها والد لينا بيصدقه واقترح عليه إن هو يخرج مع بنته شوية علشان يتعرفوا على بعض أكتر. ووقتها لينا بتوافق ودن بيفرح لأنه أخيرا هيقضي معاها وقت. وطول الوقت ده بنشوف إن لونج كان واقف بره بيسمع كل الكلام. وبعد ما الحفلة بتخلص دن بيرجع مع التنين، وبنشوفهم وهم في الطريق. لونج كان معترض على كذب دن، لكن دن قال له إن هو هيقول الحقيقة في الوقت المناسب، وإن هو دلوقتي ما عندوش حل غير كده. فالتنين قال له إن الموضوع ده بقى معقد جدا، وإن كل أسياده اللي كانوا قبله كانوا بيطلبوا فلوس ونفوذ وكانوا بيحققوا كل اللي هم عايزينه بسهولة. وفجأة لونج بيعترف لدن إن هو قبل اللعنة كان إنسان من عيلة ملكية، لكن لحد دلوقتي هو ما يعرفش هو إزاي اتحبس جوه الإبريق ده، وإنه علشان يرجع لطبيعته من تاني ويروح للعالم الرئيسي بتاعه لازم يحقق أمنيات 10 أشخاص عبر الزمن. وفي نفس الوقت ده بنعرف إن والد لينا كانت شركته بتخسر وكانت خلاص على وشك إنها تفلس، فبيتصل بالمجرمين وطلب منهم إنهم يجيبوا له إبريق الشاي بأي تمن. وفي الوقت ده بنعرف إن أبو لينا كان هو زعيم العصابة
العصابة دي. أما دين فبيرجع البيت قبل أمه، ووقتها بيشيل الهدوم كلها وبيمسك كتاب علشان يبان إن هو بيذاكر. ولما أمه بتدخل عليه هو كان متوتر، فهي افتكرت إن هو كان بيشرب حاجة وفضلت تدور عليها في المكان، والاتنين بدأوا يتخانقوا مع بعض. وفي عصبيته قال لها إن هو بيكره البيت جدا، والكلام ده بيزعل أمه منه. وتاني يوم بنشوف إن المجرمين كانوا بيراقبوا دين، واتفاجئوا لما شافوه راكب عربية غالية جدا. وبنعرف إن دين كان رايح يقابل لينا، وطلب من لونج إن هو يخليه يتصرف زي الأغنياء، بس التنين بيبوظ المقابلة دي عليه وخلى دين يتعامل بتكبر، وكان بيتعامل مع عمال المطعم بطريقة مش كويسة. فلينا قالت له إن هو شبه الناس الأغنياء، بس قبل ما يعتذر لها على اللي عمله بيشوف واحد من المجرمين فبياخد لينا وبيهربوا من المكان. ووقتها بيستخبوا في مكان في الشارع، ولونج ساعدهم علشان يهربوا، بس المجرمين قدروا يلحقوهم. وفي النهاية دين بيطلب من التنين إن هو ينقذه من الموقف ده، فالتنين بيعمل عاصفة وبينقل دين ولينا للحي بتاعه، وهناك بينتهي مفعول الأمنية وبيرجع دين لشكله الحقيقي. ولينا عرفت إن ده كان صاحب طفولتها واتضايقت منه جدا لأنه كذب عليها، وبعدها بتروح مع دين لبيته وفرحت لما شافت أمه. ودين عرفها إن دي لينا اللي كانت صاحبته من زمان، وكل أهل القرية كانوا مبسوطين إنهم شافوها من تاني. وبالليل بنشوف إن دين بياخدها للسطح، وده المكان اللي كانوا بيلعبوا فيه زمان، بس لينا قالت له إن حياتها اتغيرت وإنها بقت مشغولة بتحقيق أحلام أبوها، وبعدها بتسيبه وبتمشي. أما دين فبيمسك إبريق الشاي وبيروح لمكان هادي، ووقتها بيستدعي لونج وقال له إن هو هيستخدم أمنيته الأخيرة، وطلب إن هو يبقى غني جدا علشان يحرر التنين من اللعنة. لكن بدل ما يحقق الأمنية لونج بياخده علشان يشوف ماضيه، وحكى له إن هو كان إمبراطور وكان بيستغل سلطته وجوز بناته غصب عنهم، وبعت ابنه يدور على كنوز، بس ابنه وقتها بيموت، وفي آخر حياته الكل بيتخلى عنه. ولما بيروح للعالم الحقيقي بتاعه اتحكم عليه إن هو يعيش جوه إبريق الشاي على شكل تنين، ولازم يحقق أمنيات 10 أشخاص علشان يقدر يدخل العالم الروحي بتاعه. وبعد ما بيرجعوا للحاضر لونج بيحذر دين إن الجري ورا الفلوس ممكن يخليه يخسر أهم الناس في حياته. وفي اللحظة دي المجرمين بيوصلوا معاهم أبو لينا وبيطلبوا منه الإبريق، بس دين بيرفض إن هو يديهولهم، فبدأت ما بينهم خناقة. وفي النهاية كبير المجرمين بيستولى على الإبريق، ووقتها بيزق أبو لينا من فوق المبنى، وبعدين طلب أول أمنية ليه وخلى أي حاجة يلمسها بإيده الشمال تتحول لذهب. وبعدها بياخد رجالته وبيهربوا من المكان وبيسيبوا أبو لينا، وكان في حالة خطيرة جدا. وبعد شوية لينا بتوصل وحاولت إنها تنقذ والدها، أما دين فبيجري ورا العصابة علشان يلحقهم، وبيدخل في مواجهة مع الزعيم بتاعهم. وخلال الخناقة دي باقي أفراد العصابة بيستخدموا الأمنيات، وأثناء المطاردة العربية بتتحول لذهب وبتفقد السيطرة، بس بنعرف إن دين قدر ينجو منها. والمعركة بتستمر ما بينهم فوق لونج تشو، وزعيم العصابة حاول إن هو يقتل دين، بس بنشوف إن لونج تشو بيضحي بنفسه وبيتحول هو لتمثال من الذهب. وبعدها زعيم العصابة بيلمس نفسه بالغلط وبيتحول هو كمان لذهب وبيتكسر بعد ما بيقع. أما لونج تشو فبيغرق في البحر مع الإبريق، ودين وقتها ما قدرش إن هو ينقذه. ولما بنروح للعالم الروحي بتاعه بنشوف إن لونج تشو بيعرف إنه هو خلص مهمته وإنه دلوقتي يقدر يدخل العالم بتاعه، بس هو بيرفض وطلب إن هو يرجع تاني علشان يحقق آخر أمنية لدين. وبعدها دين بيستخدم أمنيته الأخيرة علشان يقدر ينقذ والد لينا، وكل حاجة بعدها بترجع لطبيعتها. ومن وقتها والعيلتين بقوا قريبين من بعض وفتحوا مطعم علشان يشتغلوا فيه مع بعض. وبعد فترة دين بيلاقي إبريق الشاي تاني، ولما بيستدعي لونج تشو بيظهر قدامه من جديد وقال له إن هو اضطر يبدأ رحلته من الأول ويخدم 10 أشخاص جدد، وده علشان كان يقدر ينفذ له آخر أمنية ليه وينقذه. وبعدها بيودع دين وبيقول له إن هو هيروح يكمل طريق، وبيسيب الإبريق لشخص تاني علشان رحلة الأمنيات الجديدة تبدأ من تاني. وبكده سهرة النهاردة بتخلص في نوستالجيا، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وما تنساش كمان تكتب لي في كومنت انت بتتفرج علينا من أي بلد. وبس كده، اشوفكم على خير في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.